يلا نشوف اسعار العربيات الجديده، مع ان احنا الكل على الحديده، بس هو حب استنطاع من باب العلم بالشيء. وده مركز فحص العربيات عشان الترخيص، هنشوف العربيه هتعدي من الفحص ولا نحس. كل انواع العربيات دي هتفحص، بس ما لفتش نظر غير العربيه الرينو. كل ما اشوفها افتكر اللي جاي الياما الرينو ضيع ابطال. اول ما وصلنا الدور قلت له بالراحه يا دكتور، لسه بتسنن. اول اختبار بيبداوا بيه هو اختبار الفرامل، والعربيه نجحت فيه ما شاء الله، بس تقريبا شتمته فقرر يعالجها. وهنا بيحاول يزغزغها، بيشوفها بتغير او العفشه محتاجه تغيير، يعني شويه روتين. ويلا نشوف معرض العربيات. النوعين اللي موجودين هنا جاكور ورانج روفر، يعني الاسعار تقريبا هتكون في متوسط محدود الدخل من سكان ايجيبت. والاسعار اللي هتشوفوها دي لو اي حد بيشتري عربيه وهيوديها مصر بياخد من تمنها تاني 19%. فلو العربيه اللي انت هتجيبها دي تبع اتفاقيه الزيرو جمارك، فانت هتدخلها مصر من غير جمارك، بس هتدفع عليها رسوم جدول وتنميه وما اعرفش ايه، حوالي 19% اللي انت خدتهم من هنا، فاللي جابته خدته وحطينا عليه. وفي حالة لو انت مغترب ففي مبادرة تقدر تنزل العربية، والرسوم اللي هتدفعها عليها بتحطها وديعة بالدولار وبتستردها تاني بعد 5 سنين. واي تفاصيل عن قانون المغتربين هتدخل على صفحة وزارة الهجرة الرسمية، هتلاقيهم حاطين الابليكيشن اللي بيحدد قيمة الوديعة اللي تدفعها على كل عربية. وسعر العربية دي 274 ألف، عايز تحسبها بالدولار أو باليورو اقسم على 4 تقريبا، تحسبها بالمصري اضرب في 7. بالنسبة لتفاصيل الموديل منك للورقة، تقدر توقف الشاشة وتبص فيها، الورقة ما بتكدبش، لأن احنا لو قلنا تفاصيل في عيال محنكين كده اللي بيقعدوا يذاكروا على اليوتيوب هيدخلوا يفضلوا يكاتبونا في الموديل وفي سعر العملة وفي كل حاجة، فالورقة ما بتكدبش. اللي جاية دي أغلى شوية 360، واللي قبلها ب274. طبعا العملة هنا اسمها زلوتي، عملة بولندا، تقدر تبحث عنها وتعرف سعرها كام بالدولار أو كام بالمصري. واللي جاية دي أغلى عربية رانج روفر موجودة في المكان ب630، اسمها رانج روفر سبورت. وإن كان عليا كنت بدور على معرض فيه فيرنا أو أي عربية عادية، بس هعمل ايه، دي اللي لقيته قريب. فانت تشوف الرانج روفر او الجاكور هنا بكام وفي مصر بكام والفرق بينهم كام في المية، وبناء عليه تقدر تقيس كل العربيات. وانا عن نفسي ممكن اخلص في العربية، ولا ان اخلي حاجة في نفسي بس مش لوني المفضل، او ما عنديش لبس يليق عليها، انت اللي حاجتك تشتريها. ودي ب363، بس المفاجأة كانت في اللون، يعني انا كنت فاهم ان هي اسود، بس طلع شوية كده لا مش اسود. اللون ده مش اللون ده شفته في نيد فور سبيد قبل كده. طبعا انت شكيت ان انا عندي عمى الوان وان اللون ده ما يتشبهش مع الاسود خالص، بس لا، ده في الكاميرا، لكن في الواقع هو يزاول، تحسه اسود بيلمع، الرصاصي بيستهبل ما تفهملوش. وبالنسبة لكل اللي بيشوف العربيات المستعملة رخيصة بره ويفكر يدخلها مصر، متاحة بس لذوي الاحتياجات الخاصة. العربيات اللي ينفع تدخل مصر معفية من الجمارك، العربيات اللي منشأها أوروبي، الزيرو موديل السنة. ودي متاحة للكل، بس المغترب ليه ميزة زيادة كده، ان هو بيدفع الرسوم اللي عليها بالدولار وبيستردها تاني بعد 5 سنين. فبالنسبة للناس اللي بتبعت، اللي بيقول انا في ألمانيا وعندي عربية عايز اشحنها على مصر، عايز شركة شحن، او اللي في مصر وعايز تستورد عربية من بره، في شركة اسمها حسام إمام لاستيراد السيارات، هسيب لك اللينك بتاعها في أول كومنت، هم بيقدموا كل الخدمات. وشور عليا في الفيديو الجاي نعمل ايه، ولو مكسل تكتب كومنت اعمل فولو ولايك.